عمركم سمعتوا قبل كده عن حد ممكن يحط موبايل داخل قبر او مدفن شخص ما؟ غريبة دي صح؟ في بنت عندها 8 سنين كانت متعلقة بجدها بحب غير طبيعي. جدها اللي هو ابوها كانت بتحبه قوي وكانت متعلقة اللي هو روحها فيه كده، ولكن للأسف ده جدها توفى. هي كان معاها الموبايل بتاعها العادي وفي موبايل تاني جدها كان مشتريهولها قبل ما يموت. فالموبايلين دول هي قررت ان هي تاخد موبايل منه وتحطه في القبر بتاع جدها او الصندوق يعني اللي هيدفن فيه من غير ما حد ياخد باله، على اعتقاد هي دماغها بقى عندها 8 سنين كده فاكره ان هي كده تقدر تتواصل مع جدها وتتكلم معاه وهو يتكلم معاها وكده. وبالفعل حطت الموبايل ده، ولا من شاف ولا من دري، ومحدش حس ولا محدش خد باله، وجدها ده اتدفن. فالبنت قعدت يعني لو من بعد ما جدها اتدفن ده اليوم الاول، اليوم التاني، اليوم التالت، كل يوم بتقعد تتصل بيه اتصالات. لو موبايلها ده ما بيبطلش، عماله تتصل بالموبايل التاني كل يوم كل يوم كل دقيقه كل ثانيه، على امل ان في مره مثلا جدها يرد عليها فيه. وطبعا طبيعي محدش كان بيرد، طبيعي يعني. لحد ما نيجي في اليوم الرابع وهي بتتصل في مرة الخط فتح فقالت تقول الو الو جدو انت لسه عايش؟ سمعت صوت نفس تقيل قوي جاي من بعيد قوي كده، نفس عميق تقيل. وبعد كده راح الخط اتقطع، فراحت جريت على باباها على طول وقالت له حصل 1 2 3 يا بابا، جدو لسه عايش وعايزنا نروح ننقذه، هو فتح وهو اللي رد عليا، انا متاكده من اللي انا بقوله لك. فطبعا الاب اتعصب جدا على بنته، اللي هو ايه اللي انت عملتيه ده، ايه الهبل، ايه اللي تحطي موبايل، ازاي تعملي حاجه زي كده، واتخانق مع بنته وقال لها انت اكيد بتهيألك، وطبعا ما صدقهاش. المهم البنت طبعا ما صدقتش باباها، وكانت متأكدة من اللي هي شافته او اللي هي سمعته، ومتأكدة ان جدها ما زال على قيد الحياة، وان هو رد عليها عشان يديها اشارة بان هو لسه حي وان هي محتاجة تيجي تنقذه. وقالت ان هي لو حكت لاي حد كبير مش هيصدقها. فراحت حكت لولد عيل طفل برضه كان عنده 8 سنين معاها في المدرسة، حكت له 1 2 3. فطبعا هو عشان طفل فصدق، لا لازم تنقذي جدك. قالت له طب ما تيجي معايا نروح انا وانت للمقابر ونحفر ونطلع جده من تحت. فراح قال لها لا انا اكيد مش هعمل حاجه زي كده، انا بخاف وبعدين بابا وماما يزعقولي. فقالت له طب بص انا هديك مصروفي بتاع الاسبوع ده كله، خده كله ليك بس تعالى معايا. فالواد اللي هو ماشي عشان بس هاخد المصروف، كلب فلوس هو. وراح جه معاه، هما الاتنين هربوا من المدرسة الصبح وراحوا على المقابر اللي مدفون فيها جدها، وراحوا الحتة اللي مدفون فيها جدها وبدأوا هما الاتنين يحفروا. قعدوا يحفروا هما الاتنين لحد ما وصلوا للصندوق اللي مدفون فيه جدها، وفتحوا غطا الصندوق. بمجرد ما فتحوا غطا الصندوق كده فالولد اللي كان جاي معاها اتخض وخاف ورجع في كلامه، لا انا مش عايزه الفلوس انا مش عايزه الفلوس، وخاف وحجري وسابت هي لوحدها. اوكي، وشايفه جثه جدها مدفون، وهي كانت فاكراه نايم، فقعدت تندهله يا جدو يا جدو انا جيت اهو عشان انقذك يا جدو. ولكن فجأة وهي عمالة تتكلم معاه وطبعا جدها ما بيردش عليها، حست بإيد تقيلة قوي جت من وراها وراحت زقتها داخل الصندوق اللي كان فيه جدها، وراح الباب ده اتقفل، اللي هو الصندوق ده اتقفل عليها، وبقت هي مدفونة تحت مع جدها. قعدت طبعا تصرخ صريخ شديد جدا بان حد ينقذها، ولكن طبعا محدش كان سامع او يعني محدش انقذها. بس البنت بتقول في الوقت ده اللي هي كانت محبوسة فيه تحت مع جدها، بتبص على جدها كده ولقيت فجأة جدها راح بصلها وعينيه راحت فتحت، وعينيه كانت حمراء قوي. هي كانت مرعوبة وخايفة جدا وقعدت تصرخ صريخ شديد قوي. وفجأة لقيت جثة جدها كده اترفعت لفوق، بقت عايمة كده في الهوا. وفجأة كل اللبس بتاعه ابتدى يتقطع، وبقت جثة جدها عايمة كده، وجدها ده عريان ملط. وبعد كده بقى فيه زي رموز غريبة غير مفهومة ابتدت تتحفر على جلد جدها، زي ما يكون بتتحفر بالدم كده، عماله تحفر على جثه جدها، وهي قاعده عماله تصرخ يا عيني وخايفه طبعا ومرعوبه جدا. وكمان البنت بتقول بان هي كانت شايفه زي في ديب او ثعلب لونه اسود جاي لها من بعيد وعمال يجري عليها، عايز يقرب عليها علشان ياكلها او يهجم عليها او يفترسها. ولكن الثعلب ده اول ما قرب عليها راحت هي فقدت الوعي واغمى عليها. ولما فاقت وصحت لقت نفسها في المستشفى.
فلما سألت او هي جت المستشفى هنا ازاي، فعرفت ان صاحبها اللي هو جري وسابها راح بلغ ابوها. فابوها جه على طول طبعا، ولما لقوا القبر ده محفور بيفتحوا الصندوق لقى بنته جوه جنب ابوه ومغمى طبعا مغمى عليها، فودوها المستشفى. فلما البنت فاقت حكت القصة اللي انا حكيتها لكم دي، حكت هي شافت ايه بالظبط في القبر بتاع جدها اللي طلع فوق هدومه اللي متقطعة، الرموز اللي على جسمه، الديب او الثعلب، كل حاجة حكتها. فطبعا الدكاترة قالوا لأبو البنت، قالوا له بنتك كده بتعاني من حالة نفسية وعندها هلاوس بصرية، فكده هي لازم تتعالج نفسيا ولازم تتحجز في مستشفى الحالات النفسية دي، ما ينفعش تطلع. وبالفعل البنت اتحجزت في المستشفى، وابتدوا ان هم يعالجوها ويدوها زي ادوية وحاجات من كده، ان هم معتقدين ان البنت يعني بسبب ان هي وقعت داخل قبر جدها فجت لها زي صدمة نفسية، وان هي دلوقتي عندها هلاوس بصرية. فالبنت دي فضلت في المستشفى كذا شهر، ولكن خلال فترتها في الشهور دي كلها هي مش بتستجيب للعلاج ومصرة بالقصة اللي هي عمالة تحكيها. حكت القصة كذا مرة. فكان في دكتور من الدكاترة اللي موجودين في المستشفى دول، هو لاحظ من سلوك البنت وطريقة حكيها مفيش طفلة طبيعية هتتخيل القصة ديت بالتفاصيل، هي بتحكيها بالتفاصيل ومش بتنسى ما تحكي بالتفاصيل. فحس ان في حاجة كده ايه غلط بتحصل، فقرر ان هو يدور ورا جدها، وخد اذن تصريح من المقابر نفسها اللي هي اللي كانت دافنه جثه الجد، بان هو عايز يفتح الصندوق اللي مدفون فيه الجد، عايز يشوف الجثه. ولما راحوا فتحوا له الصندوق، فوجئ ان هو لقى جثة الجد هدوم متقطعة ومحفورة عليه رموز اللي هي محفورة بالدم، نفس الرموز اللي البنت الصغيرة حكتها بالظبط. فمن هنا الدكتور ابتدى يصدق قصة البنت، خاصة ان الدكتور ده كان عامل ابحاث في الماورائيات او اللي هي الحاجات الخارقة للطبيعة. فقال لك الراجل ده وراه قصة، الراجل ده لما كان عايش عمل حاجة وحشة جدا جدا في حياته، فابتدى يدور ورا الجد ذات نفسه. فلما جه يدور ورا قصة الجد ذات نفسه، اكتشف ان الجد كان ينتمي لطائفة من اللي هم يعوذوا بالله دول، اللي هم بيعبدوا حاجات ايه مش ولا بد. الطائفة ديت كانت بتؤمن بالحياة بعد الموت، ان انت لما بتموت روحك بتنتقل الى عالم تاني، عالم اخر، بس لازم عشان الروح تنتقل للعالم الاخر ديت يتم بعض البريكوشنز، بعض التعليمات كده ايه لازم تتعمل عشان حاجة زي كده ايه تحصل يعني. والطائفة ديت كانت بتؤمن بشعائر وحاجات مختلفة، لما عاملين دين ليهم لوحدهم، لما يعبدون دينا جديدا، يعني عاملين دين كده ايه ليهم لوحدهم كده. وعشان الطقوس دي تتم لازم الجثة ذات نفسها بعد ما تموت يترمي عليها دم، ولكن الدم ده لازم يكون دم من صلة قرابة. فساعتها الجد كان عارف ان حفيدته متعلقة بيه قوي، فراح اداها الموبايل ده قبل ما يموت، عشان هو زرع داخل دماغها فكرة ان هي تحط الموبايل ده في القبر بتاعه، هو اللي زرع في دماغها الفكرة دي من غير ما هي تاخد بالها. وبعد كده هو ما ماتش موتة طبيعية، لا دي الطائفة بتاعته هما اللي قتلوه، وهو كان عارف ده، هو كان موافق ان هما يقتلوه عشان هو كان عايز روحه تنتقل للعالم الاخر. وبعد ما هما قتلوه كان قايل لهم ان هما يتبعوا حفيدته، وبالفعل حفيدته عملت عشان هو كان حاطط الفكرة دي داخل دماغها، زارع الفكرة، هما اتنين كانوا قريبين قوي من بعض، حطت الموبايل في القبر بتاعه. وبعد ما الجد ده اتدفن فيه شخص تاني هو اللي جه واخد الموبايل، وهو اللي رد عليها في اليوم الرابع. ولما فتح الموبايل وهي سمعت نفسه افتكرت ان ده جدها. كل ده هما بيلعبوا في دماغها علشان تروح القبر او المقابر اللي مدفون فيها جدها، تروح هناك برجليها. ولما البنت بالفعل وصلت للقبر اللي مدفون فيه جدها، هم اصلا كانوا مسهلها الدنيا جدا. يعني انتوا هل تفتكروا ان ممكن طفل عندها 8 سنين وطفل عنده 8 سنين يقدروا يحفروا بايديهم ويوصلوا للصندوق؟ لا، هم كانوا حاطين لها الصندوق على الطرف كده، اللي هو يا دوبك شويه تراب بس ايه اللي محطوطين.
ولما فتحت الصندوق وصاحبها ده جه وسابها، جه ساعتها شخص تاني من الطائفة وهو اللي زقها ووقعها داخل الصندوق. ولكن عشان البنت وقتها كانت في حالة صدمة غير طبيعية، تهيأ لها ان جدها جثته اترفعت لوحديها، ولكن في الحقيقة في رجالة من الطائفة بتاعته هم اللي جيهم وكملوا باقي التعويذ، ورفعوا جثة الجد وكتبوا عليها الرموز الغريبة ديت، يعني قطعوا له لبسه وكتبوا الرموز ده على جسمه، عشان كل ده هما فاكرين هما بينقلوا روحه للعالم الآخر. وساعتها عوروا ايد البنت واخدوا منها الدم او فصيلة الدم. فكل ده حصل بالفعل، ولكن مش كان في ناس موجودة هم اللي كانوا بيعملوا الطقوس دي. بس يا عيني البنت عندها 8 سنين، الوهلة والخوف اللي هي كانت فيه، كانت فاكرة ان هي لوحدها وان الجثة مرفوعة في الهواء لوحدها، والديب او الثعلب اللي هي شافته هو ده الحاجة الوحيدة اللي هي تخيلتها، دي الحاجة الوحيدة اللي ما كانتش موجودة في الحقيقة. نقدر نقول ان ممكن يكون في القصة دي الديب او الثعلب ده هو الاعمال السيئة والغضب الشديد جدا اللي كان بينبع من المكان اللي هم كانوا فيه، بسبب طبعا الكفر يعوذ بالله اللي كان بيحصل. فالدكتور لما توصل القصة الحقيقية وطبعا بلغ البوليس، والبوليس قبض على الطائفة ديت، ساعتها الدكتور راح للأب وحكاله على كل حاجة وقال له بنتك طبيعية، وبس هي حصل لها صدمة شديدة من اللي حصل لها، ولكن هي ما عندهاش هلاوس ولا حاجة. وطبعا مفيش حاجة اسمها روح بتنتقل لعالم تاني، روح بتروح لربنا يعني سبحانه وتعالى. يعني ايه الكفر ده يا جماعة؟ مفيش اي حاجة من اللي هم عملوها طبعا كلها اوهام في اوهام، كلها اوهام في اوهام مش اكتر. يعني هم كل اللي هم عملوه ونجحوا فيه بس ان هم عملوا عقدة للبنت الصغيرة. البنت الصغيرة بقى عندها صدمة نفسية، هي ما عندهاش هلاوس بس عندها صدمة نفسية من اللي هي شافته. وهلة، انتوا متخيلين طفلة صغيرة مرت بكل ده؟ طبعا يعني ده كويس ان هي ما اتجننتش يعني. وبس كده يا جماعه، دي كانت قصه النهارده. للاسف الشديد يعني البنت من كتر تعلقها بجدها، جدها اذاها اذى هتفضل طول حياتها طبعا متاثره تاثير شديد جدا بسبب الصدمه اللي حصلت لها دي. وهي يا جماعه قصه طائفه ومش طائفه يعني قصه حزينه قوي، وهي بالنسبه لي انا يعني قصه حزينه. عارفه ممكن البعض يفتكرها قصه مرعبه، بس هي بالنسبه لي قصه حزينه. هل هي قصة حقيقية ولا لا؟ انا بصراحة معرفش. هي دي قصة من قصص محمد المغربي، نزلها على الفيسبوك وانا استأذنته قبل ما انزلها عندي. محمد المغربي ساعات بينزل قصص حقيقية وساعات بينزل قصص خيالية، فانا الصراحة معرفش. ولكن انا يعني زودت فيها بعض التاتشات، يعني انا كملتها وعدلت عليها وزودت شوية تاتشات كده، ولكن القصة الرئيسية بتاعت محمد المغربي. بس كده يا جماعه، دي قصه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. طبعا ما تنسوش لو اي حد عنده قصه سواء من تاليف قصه قراءه في حته، قصه خياليه حقيقيه عايز تحكيها على اليوتيوب، ابعتها لي على الانستجرام. وما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام وعلى التيك توك لو حابين يعني، وتفعلوا الجرس على اليوتيوب عشان منزل قصه جديده توصلكم. بس كده، باي باي.